أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء زوار قناة على القهوة وموقع مكتوبي الكرام. موضوعنا النهاردة هيكون عن تحميل برنامج يريتاج. التطبيق اللي معانا النهاردة على موقع مكتوبي هو تطبيق شجرة العائلة مع مميزات وخصائص جديدة جدا هنبدأ نتعرف عليها أكتر من خلال الرابط الموجود بأسفل الفيديو بصندوق الوصف. زي ما احنا شايفين ده الموضوع الخاص بتحميل برنامج ماي هيريتاج على موقع مكتوبي، وطبعا أولى الخصائص اللي بنهتم بيها على الموقع إن احنا نقدم لكم كل ما هو جديد ومجاني من تطبيقات وألعاب. بجانب التطبيق اللي معانا النهارده بيشتغل على الهواتف المحمولة سواء بنظام تشغيل اندرويد او الاي او اس لهواتف الايفون، بجانب كمان النسخة الخاصة بالمتصفح او موقع الويب. تقدر تدخل من خلال الكمبيوتر او اي جهاز تاني مش بيدعمه التطبيق وتفتح المتصفح بتاعك وتبدأ تدخل على الرابط الرسمي وتستفاد بالخصائص المميزة للبرنامج. طبعا التطبيق حجمه صغير تقدر تحمله على الموبايل بتاعك بكل سهولة، وبيعتمد على شبكة الانترنت، يعني لازم ان انت توصل انترنت على الموبايل بتاعك. في خصائص جديدة انضمت لينا على البرنامج ده مؤخرا، وهي البرامج دي او الخصائص دي اللي الكل بيدور عليها اليومين دول واللي منتشرة بشكل كبير على اليوتيوب، وهي خاصة بان انت تقدر انت تحط صور وتبدأ ان انت لو الصورة دي قديمة وفيها بعض التشوهات بيبدأ ان هو يحل لك بعض التشوهات بتاع الصور دي بحيث ان هي تظهر بشكل افضل. وكمان الحاجة الجديدة ان هو بيعمل لك تحريك للصور الثابتة، يعني بيغير لك في ملامح الوجه بحيث ان هي كأن واحد بيضحك او بيغير في اتجاه وشه بشكل احترافي جميل جدا. هنبدأ دلوقتي نحمل التطبيق على الموبايل بتاعنا بنظام تشغيل اندرويد. بعد ما فتح معانا متجر جوجل بلاي هنضغط على تثبيت وبعد كده قبول، ولكن انا محمل التطبيق قبل كده فهضغط على فتح عشان نجربه معاكم. زي ما احنا شايفين البرنامج بدأ يفتح معانا. طبعا اول حاجة ملاحظينها ان البرنامج بيدعم اللغة العربية، ودي الواجهة الرئيسية طبعا للبرنامج. يمكن هي المهمة الأساسية أو أول ما نزل التطبيق كان المهمة بتاعته اللي هو اكتشاف شجرة العائلة واكتشاف الأسلاف، بحيث إن أنت بتبدأ تحط بعض البيانات بتاعتك وتبدأ تشوف الأصول بتاعتك والدول وأصول العائلة بتاعتك في أي دولة، ولو في أخبار لأحد الناس أو أحد الأسلاف بتوعك في الجرائد بيبدأ ان هو يطلع لك الاخبار دي. وكمان تقدر ان انت تكون شجرة العائلة بتاعتك داخل البرنامج وتكونها وتحط بيانات الاشخاص، بحيث بعد كده تبقى مكتبة لو اي شخص يدخل بعد كده يعرف شجرة العيلة بتاعته. المميزات الجديدة طبعا في التطبيق هي ميزة الصور دي اللي تقدر من خلالها ان احنا هندرك صورة مثلا هنا دلوقتي ونبدأ نعمل لها زي ما احنا شايفين دلوقتي. هيبدأ كده التعديل زي ما احنا شايفين الصورة قبل وبعد. الصورة ادي هنا دي بعد، دي كانت قبل. طبعا زي ما احنا شايفين التحسين في الصورة بشكل كبير، وطبعا هي الصورة يمكن جودتها كانت كويسة شوية. لو الصورة جودتها اوحش من كده او اقل من كده هتبدأ يظهر فيها الاختلاف بشكل كبير. تقدر بعد كده ان انت تحفظ الصورة بعد التعديل على الجهاز بتاعك او ان انت تعمل لها مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي. في كمان نوع تاني جديد هنا هنبدأ نشوفه بحيث ان هو بيعمل لك فرشة او بيلون لك شوية في الصورة. زي ما احنا شايفين دلوقتي ادي الصورة اتعمل لها تلوين. طبعا الصورة كانت ابيض واسود، زي ما احنا شايفين دلوقتي اتحولت لصورة الوان بشكل احترافي جميل جدا. ادي ابيض واسود، تقدر ان انت تحول اي صورة عندك لصورة ملونة زي ما احنا شايفين الشكل الاحترافي. في ميزة بقى اللي هي بتاعة التحريك، هي موجودة على الأجهزة الخاصة بنظام تشغيل الاي او اس أو أجهزة الايفون، مش موجودة على الاندرويد لسه ما نزلتش، ولكن تقدر ان انت تدخل على الرابط الخاص بيها على الموقع الأساسي. هنبدأ دلوقتي ندخل ونجربها معاكم. ادي اللي هي الحاجة الخاصة أو الخاصية اللي هي بتبدأ تعمل لك تحريك للوجه. هنبدأ دلوقتي نعمل تحميل. زي ما احنا شايفين بدأنا حطينا صورة هتبدأ تتحمل على الجهاز. طبعا هو بيقول لك في 22 حركة مختلفة. هيبدأ دلوقتي يعمل معالجة للصورة بحيث ان هو يخليها متحركة. زي ما احنا شايفين دلوقتي الصورة هتبدأ تتحرك معانا بشكل احترافي جميل جدا. طبعا محدش يتخيل ان الصورة
تتعمل فيها التحريك ده بشكل كبير وبالشكل الاحترافي ده. طبعا تقدر تحمل بعد كده الفيديو ده عندك وتبقى وتشاركه براحتك خالص. البرنامج ممكن تلاقي فيه مشكلة حاليا في ان انت تعمل تسجيل دخول او تعمل حساب جديد، لان هو بيحتاج منك يا اما تسجل دخول عن طريق حساب جوجل او حساب الفيسبوك، او ان انت تسجل حساب جديد. لو لقيت مشكلة داخل التطبيق في تسجيل الحساب، تبدأ ان انت تدخل على الرابط بتاع الموقع الرسمي، هتلاقيه من تحت في الموضوع. تبدأ تدخل وتعمل حساب، وبعد كده تقدر تفتح التطبيق ده على الموبايل بتاعك بكل سهولة. وده طبعا بسبب الضغط الكبير على الخوادم او السيرفرات بعد المميزات الجديدة والانتشار الواسع للبرنامج اللي خلى ناس كتيرة وضغط كبير على السيرفرات. وبنهاية الفيديو بتاعنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، والجديد على القناة اول مرة شرفنا يا ريت ما ينساش تعمل سبسكرايب او اشتراك. شكرا لكم، كان معكم احمد من موقع مكتوبية وقناة على القهوة.